تصور موظفة حكومية توقف المعاملة بس لأنك اخترت لابنك اسم ممنوع، أغرب اسم طفل ببريطانيا. ببداية سنة 2020 راحوا زوجين بريطانيين دان وماندي على مكتب السجل المدني لحتى يسجلوا ابنهم الأول، وكل شيء كان ماشي طبيعي. بس أول ما قالوا للموظفة الاسم اللي اختاروه الجو انقلب فوقاني تحتاني. الاسم كان لوسيفر بمعنى الشخصية الشيطانية المعروفة بثقافتهم. الموظفة فجأة وقفت كتابة وطلعت فيهم بنظرة استغراب واستنكار. مو بس هيك، قالت لهم انه الاسم مقزز وان الولد ما راح ينجح بحياته بسبب المعاناة، وبعدين طلبت منهم يطلعوا من الغرفة لحتى تتأكد اذا قانونيا مسموح يسموه هيك، وحتى نصحتهم يختاروا اسم تاني غير هالاسم. وقالت لهم اذا بدكم نادوا عليه بالبيت لوسيفر مو مشكلة. بس الاب والام ما قبلوا ابدا. الاهل اساسا ما عندهم خلفية دينية وبيشوفوا انه معنى الاسم الاصلي هو حامل الضوء او نور الصباح. وقال الاب انه هو زوجته انصدموا من طريقة تعامل الموظفة وكأنهم عم يرتكبوا شيء غلط. القصة ما خلصت هون، الزوجين قدموا شكوى وبعد مراجعة القوانين تبين انه ما في اي مانع قانوني للاسم، وبالفعل تم تسجيل الطفل رسميا باسم لوسيفر اللي بمعنى الشيطان. واعتذروا من الابوين عن الاحراج، بس اكدوا انه الموظفة كان لازم تحذرهم من معاني الاجتماعية المرتبطة بالاسم. وهيك صار هالطفل حامل واحد من اكثر الاسماء جدلا ببريطانيا. والصراحة هالقصة بتذكرنا بنعمة كبيرة عايشينها بعالمنا العربي الإسلامي، نحن بنسمي أولادنا بأسماء الأنبياء والطيبين: محمد، عيسى، يوسف، إبراهيم، موسى، مريم. أسماء فيها نور وطمأنينة ومعاني طيبة، مو أسماء بتعمل مشاكل وجدل وبتلاحق الطفل طول عمره. الحمد لله على نعمة الدين اللي بتنور قلوبنا وحتى أسماءنا. وكان معكم مرهف، لكم متابعة. بأمان الله.